السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد وحلقة جديدة من بودكاست قصص اللعيبة. النهاردة معنا اللعيب ده الناس بتحب تتفرج عليه عشان تتمزج. معنا النهاردة وسط نص الملعب المايسترو بيكر. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي غزال، انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. شوية أسئلة بسيطة. ماشي تمام. وهنتذكر كده الموسم اللي فات مع بعضين، موسم الصعود، عشان انا ما جبتكش في البودكاست من بدايته. ماشي. اول حاجة عايزين بيكر، بدايته، تاريخه، البداية انا عايزك انت اللي تحكيها. تمام ماشي. بص، انا بدايتي في الملعب الكبير انا ما لعبتش كتير، يعني بدأت وانا عندي 17 سنة. لعبت موسم في مركز شباب بولاق، بعد الموسم اللي بعديه لعبت في امبابة. بعد كده دخلت الجيش، خرجت بقى من الجيش، قعدت بتاع سنتين 3 ما بلعبش، لحد ما حد كلمني رحت فرقة البطل الأولمبي، لعبت معاهم موسم. وبعد الموسم ما خلص رحت بقى اف سي يونيون، قعدت في اف سي يونيون سنتين وشوية كده. طب ليه ما بدأتش بدري؟ يعني ما خدتش ليه البراعم والناشئين؟ بص، انا ما كنتش بحب اللي هو يبقى في حد زي مدرب بتاع، محدش رقيب عليا، يعني كنت بحب ان انا العب حر. فاخدت بقى على لعب الشارع، اروح ساعات، اروح دورات، فمحدش كمان كان بيوجهني، محدش كان بيقول لي روح هنا اعمل كذا اعمل، لا كنت مع حالي كده. طيب قبل ما ندخل في الأسئلة كنت عايز اقول لك الف مبروك على الدورتين. الله يبارك فيك. دورة الوراق العرب والوراق الحضر، يعني انت سمعت الحمد لله. في الاثنين. عايزك تحكي لي عن تفاصيلهم قبل ما نبدأ الأسئلة. بص، اول حاجه دوره وراء الحضر دي انا دوره بحبها قوي، يعني هي اتلعبت تقريبا 4 سنين. في ال4 سنين انا خرجت مره بس من دور ال16، والثلاثه التانيين مره خسرت نهائي، مره خسرت في قبل النهائي، والثالثه خدت الدوره اللي هي السنه دي رمضان اللي فات ده. يعني بحب انا اصلا ملعب وراء الحضر، بلاقي نفسي فيه انا والرجاله اللي معايا يعني. الدوره الثانيه دوره التل خدتها برضه قبل كده، التل في 2019 تقريبا، ودي تاني مره اخدها. بس دوره حلوه برضه يعني، بس وراء الحضر احسن عشان بيبقى فيها ناس من بره كتير وتنظيمها حلو وكده. طيب ليه ما رميتش الفيديوهات بتاعتك، ما عملتش فيديوهات في الخماسي طالما الخماسي يعني انت مكسر في الدنيا؟ يعني ليه ما خدتش الخطوه دي؟ والفرق يعني دلوقتي الخماسي ناس كتير بقت بتحبه اكتر من 11. ليه بقى ما خدتش ان انت مثلا تسوقها لنفسك انت والتيم بتاعك؟ لا انا بص ما بعرفش خالص، يعني ما بعرفش انزل العب واقول لحد صورني وكده، او مثلا ما بيجيش في بالي، يعني من زمان وانا بلعب ما بيجيش في بالي حته التصوير دي خالص. حتى لما بيبقى في فيديو ليا بشوفه صدفه، يعني في الدوره بتاعت وراء الحضر انا شفت الفيديو صدفه على الفيس، الناس كلها رافعاه، ما اعرفش اصلا مين اللي مصورني. انا كلمتك على الفيديو ده كنت في السعوديه. رحت خدته رفعته وكده زي ما انت شفت، لكن غير كده يعني ما بقولش حد صورني او كده، ما بعرفش بصراحه، بس هي بتبقى حلوه يعني، هي بتنفع. طب ايه احساس الجون اللي انت جبته ده واحساس التفاعل بتاع الجمهور حواليك؟ بص الجون اللوب دي اصلا يعني، بص هو يعني سهل اي حد ان هو يعملها من فوق الجون، سهله قوي، لكن الصعوبه بتاعتها ان انت تقدر تنام الجون، ان انت ما تعرفوش ان انا هعمل كده. يعني ممكن انا ساعات بسحب الكوره واعمل كده، ممكن من مره واحده ابص في زاويه واعمل كده من غير ما اسحب الكوره، فهي شطارتها في اللي انت ازاي تنام الجون، لكن اي حد ممكن يقدر يرفع الكوره عادي. بس بقى انا بقى الصراحه لما بجيب الاجوان دي بستمتع قوي، وبحس ان الناس كده برضه، يعني بحس الناس، يعني انا ساعات في ماتشات ببقى رايح انفراد كده ولا حاجه من نص الملعب، اسمع الناس بره هيحطها لوب هيحطها لوب، فخلاص بقى حاططها بقى. طيب نبدا بقى الاسئله. امتى حسيت انك انت موهوب بجد؟ انا حسيت ان انا موهوب وانا صغير شويه، كنت بلعب كتير برضه لعب الشارع، العب ساعات ودورات والحاجات دي، فكنت بسمع بقى الناس الواد ده جامد مش عارف ايه الحاجات دي، انا عمري ما جه في بالي ان انا بعرف العب، غير بقى لما سمعت الناس شويه ده جامد ده، وناس بقت تكلمني من هنا ومن هنا واروح العب فحسيت بقى يعني ايه ان انا موهوب ان انا كويس وكده. بس بص في ايه بقى نقطه في الحته دي، لو انت حسيت ان انت جامد هتبقى وحش، لان هي حصلت معايا لما يعني قلت ايه ده، ايه اللي الناس بتقول، انا بحس ان انا بعمل حاجات عاديه، بعدي بباصي برقص حاجات عاديه يعني، فلما سمعت بقى الناس وبدات ابص على نفسي طب ايه ده انا جامد ازاي، فقعدت فتره كبيره قوي وحش لحد بقى ما صلحتها يعني. طيب ليه شايف انك انت لحد دلوقتي ما لعبتش في نادي كبير؟ عشان انا الصراحه ما عملتش اللي عليا، يعني في الكوره ما عملتش اللي عليا خالص، يعني
عشان تلعب في نادي كبير وكده لازم يطلع عينك بصراحه في الكوره. لكن انا يعني انا بدات كبير شويه، وكمان يعني ما ساعدش، ما حدش قال لي روح هنا، ما حدش كان بيوجهني، فعشان كده يعني ما اديتش الكوره حقها بصراحه. عشان كده انا مش يعني في نادي. ظلمت نفسك في حته الكوره. عشان كده انا مش في نادي كبير دلوقتي. طب حد قال لك قبل كده انك تضيع، انك انت تضيع لو رحت لعبت في حته كبيره؟ لا لا، ما حدش قال لي ده، بالعكس ده ناس كتير قوي كانت بتقول لي انت لازم تلعب في حته كبيره لو يعني مكانك. يعني في ماتشات بروح اتفرج عليها ممتاز بيه ومحترفين والحاجات دي، الناس تفضل تقول لي طب حرام عليك انت لو في الملعب مش تلعب زي الناس دي. بس يعني محدش قال لي ان انا اضيع دي خالص. طيب اكتر لحظه زعلت فيها بسبب الكوره؟ حاجه ممكن السنه بتاعت الترقي دي، ده اكتر وقت الواحد زعل فيه، مع ان انا كنت عارف ان احنا مش هنصعد. يعني قبل الترقي اصلا انا عارف ان احنا مش هنصعد، وقلت للكابتن مصطفى، بس ما قلتش للعيبه يعني عشان الناس ما تبقاش محبطه وكده، بس قلت لا احنا مش هنصعد. بسبب بقى حاجات كده جوه، يعني ما كناش بنتمرن، يعني تمرينات عاديه، ما كناش عاملين حساب لاي حاجه. وانا قلت للكابتن مصطفى احنا مش هناخد نقطه، بالحرف كده قلت له احنا مش هناخد نقطه. راح قال لي لا حرام عليك ومش عارف ايه وحصل اللي انت شفته، وما خدناش نقطه فعلا. مش عايزين نتكلم في النقطه دي اصلا. طب انت فكرت تبطل؟ لا لا ما فكرتش. لسه مكمل؟ بص إن اللعيبه اللي هي النوعيه بتاعتي دي ممكن تلعب شويه حلوين بسبب ايه، ان انا مش بعتمد على مجهودي قوي. لا انا ممكن ايه بمشي الملعب، بلعب بتحرك. لكن اللعيبه اللي هي بتمسك كرة كتير وبتفضل تفرك دي بيبقى عمرها قصير شويه. ليه سموك مايسترو نص الملعب؟ ممكن عشان انا يعني دايما في نص الملعب ببقى شايف الملعب كله، بعرف العب الناس، بعرف اتحرك، يعني رتمي كويس. عشان كده ممكن يكون الناس، ولعبي ممتع شويه زي الناس ما بتقول يعني. ماشي. طيب مين اللعيب اللي انت بتحب تتفرج عليه في نص الملعب في مركزك؟ بص في مصر بحب اتفرج على ناصر ماهر، بره مصر بحب اتفرج على بدري، بحب اتفرج على ديونج، بحب اتفرج على مودريتش. ومن اللعيبه القديمه؟ في مصر هنا قديم مصر، محلي او بص قديم في مصر كنت بحب اشوف حازم امام، كان جامد قوي ممتع قوي في الحته اللي هي بتاعت صناعه اللعب وكده. وكان برضه ابو تريكه. بدي في الناس القديمه في مصر. بره ممكن انيستا، تشافي، الناس دي في نص الملعب برضه مرعبه. انا مشبهك بانيستا. طيب بتحب تلعب جنب مين من نوعيه اللعيبه؟ انا بحب العب جنب اللعيب اللي بيفهم. يعني في الدورات برضه في ناس تيجي تقول لي اشمعنى بتختار فلان ما بتختارش فلان، لان انا لو يعني بصيت على فرقتنا لازم اللعيب يكون بيفهم. لو اللعيب مثلا جامد قوي ولعيب ومخه مش حاضر في اللعب مش هيبقى جامد معانا احنا يعني. لكن احنا دايما بنحب اللي ايه، اللي تلعب وتحرك، مشي الكرة كتير، فدي بتبقى عايزه حد ذهنيا دايما واعي وكده في الملعب. فانا دايما بحب العب جنب الناس دي، الناس اللي هي بتعرف تمشي الكرة كتير، مش الناس اللي بتعطل وكده. طب لو معاك ماتش والماتش ده مهم وكوره في اخر الشوط، تختار تباصي ولا تشوت وليه؟ لا اختار باصي، لان انا بحس بمتعه اكتر لما بعمل جون مش لما بجيب جون، فاختار ان انا باصي. طب هتبصيها لمين؟ لو معايا حد يعني، لو معايا حد مين اللي بصله يجيبها جون يعني. اه لو في الملعب الكبير علي حسن. هنعمل له منشن في الفيديو ده. لو في الملعب الكبير ابصله علي حسن، علي حسن بيعرف يجيب جون. لو في الملعب الصغير ممكن برضه هاخدها من الدورات، اكتر واحد بيتحرك نحط له بيجيب جون هو حازم. حازم معانا في الفرقه. خلاص ونعمل له هو كمان منشن. طب احسن باصه عملتها في حياتك؟ خماسي و11، ودول تفتكرهم يعني؟ بص هي في حاجات في الملعب الكبير بين انا وعلي حسن كتير قوي، بس انا مش فاكرهم يعني. بس في واحده مش لعلي بقى، كان معانا حد في الفرقه اسمه هادي، اديته برضو باص كده محدش في الملعب شافه اصلا غير انا.
فهي جت جون يعني. فهو الباص ده في الملعب الكبير. وعلي في حاجات كتير بس انا مش فاكرها. كنت دايما احط لعلي حاجات برضو صعبه كده، وكان بيحط جوان. طب تهويشة بيكر. دي ماركه دي. انا دلوقتي بقيت اشوف ناس كتير بتتكلم عنها. بص، انا وانا صغير برضو كنت مميز فيها قوي. فجيت لما لعبت ملعب كبير لوحدي، ما حدش قال لي تعمل حاجه ولا كده. فجي كورنر، فانا رحت بقى يعني كنا واقفين اتنين على الكورنر، فقلت اللي معايا قلت له بصيها لي. فهو بصيها لي، رحت انا عملت التوش، انا اصلا جامد فيها. رحت فمشي بقى اي فرقه بروحها لازم الكورنر يتلعب كده. بقينا حافظينها دي، دور اول بتتعمل، دور تاني قفله. خلصت ماتشات. والله. ليه اسمك تقيل في الدورات؟ انا بشوف ان ممكن يبقى اسم تقيل بسبب فرقتي. انا في حاجه انا بعملها في الدورات، يعني بقيت اعملها، ما كنتش بعملها بصراحه. انا الاول لما كنت باجي العب، يعني حد يكلمني ان انا العب معاه دوره رمضان وكده، كنت بقول ماشي وخلاص، مش مهم بقى هو جايب مين مش جايب مين. فبقيت احس ان ايه يعني، ما بيبقاش في نظام في اللعب. ممكن هو جايب ناس لعيبه بس انا مش عارف العب معاهم ولا هم أيوة. عارفين يلعبوا معايا. فانا قررت، قلت بعد كده اي حد هيكلمني في اي دوره هقول له انا هاجي معايا فرقتي. وده اللي انا عملته فعلا. اي دوره بخشها بجيب معايا ناس هتعرف تلعب اللعب اللي انا عايزه. ايوه. والحمد لله يعني سمعنا وعملنا ماتشات جامده قوي. ممكن عشان كده يعني ان احنا على طول دايما موجودين نهائي قبل نهائي، دايما موجودين في الدورات، عشان كده يعني الاسم ممكن يكون كبر وكده. يعني السنه الجايه كمان؟ ان شاء الله، ده لحد ما نبطل ان شاء الله. طيب. انا معايا اصلا ناس يعني ده وقتهم. يعني حازم ده مواليد 2005 بيلعب في البنك الاهلي، لعيب تقيل يعني فوق ما تتخيل. السويس اخويا 2004 نفس الكلام، ستايل لعيب كرة. كريم حسنين معايا، كريم مواليد 2002، يعني هم سنهم يعني ايوه. 22 20 21، ده وقتهم. فهم دايمين معايا ان شاء الله. وعلي حسن، طيب. بس علي حسن عجوز شويه، مواليد 99. طيب ايه الفرق ما بين الملعب الكبير والملعب الخماسي؟ بص، الملعب الكبير سهل ان انت يعني سهل تلعب حتى لو انت مش جامد. يعني في اماكن في الملعب ممكن تتدرى فيها. لكن الملعب الصغير لو انت ما بتعرفش تلعب هتتكشف. عكس الملعب الكبير ممكن واحد سيرد باك، واحد باك رايت تجيله يشيل يبان ان هو كويس مش عارف. لكن الملعب الخماسي انت لو مش محضر قرار، دايما ذهنك حاضر في الملعب، هتغرق، هيبان ان انت قليل. فالفرق ان الملعب الكبير رتمه اسرع، الملعب الصغير بيبقى رتمه أيوة. اسرع، ودايما القرارات لازم تبقى سريعه. لكن عكس الملعب الكبير برضه ايه، مش كل الناس جامده، في ناس امكانياتها قليله بس مركزها بيلعبها. طب ايه اكتر حركه انت بتعملها والناس بتبقى مستنياها؟ بص، في الخماسي اللوب. انا قلت لك انا بروح انفراد من اي حته في الملعب، الاقي الناس كلها بره لوب لوب لوب. فهي الناس فعلا بتستنى دي. وفي الملعب الكبير تقريبا التهويشه. الشوطه. لا، الشوطه دي حاجه ثانيه خالص. احنا ده بتحايل انا عليا. انا واحد ببقى اهو، انا بصور اهو، ببقى واقف بتفرج، تقول هيشوط، الاقي خلاص الكرة جون، الاقيك تعمل عكس التوقعات خالص. مش عارف ليه انا ما بحبش الشوط وما بحبش اجيب جون، الا بقى لو هي لازم تيجي جون. لكن احب دايما ان انا باصي وادي الناس تجيب الجوان وكده. بس انا حسيت ان انت بتحب تجيب الجون يمزج الناس. لا، ادام احنا جبت ممكن جون نبقى خسرانين بس الجون لازم يمزج جون الناس. فيجن. حصل خناقه بسببك وبسبب المهارات بتاعتك؟ لا، لان انا دايما لعبي هادي كده يعني، ما بقلش من حد في اللعب، ولا لو مثلا ما بديش كباري كتير، يعني لعب عادي. طب جمهور الدورات بيبقى عامل ازاي؟ هو اللي بيمتع هو اللي بيحل الدورات بصراحه. الدورات من غير جماهير ملهاش اي لازمه. طب رساله بقى للجمهور اللي شجعك السنه دي من ناحيه البلدين. لا، ده احنا السنه دي شجعنا ناس كتير قوي. يعني في ماتشات، يعني في النهائي في الكلاسيكو دوره التل دي، اقسم بالله انا سامع كان 1-0 لينا، انا سامع الناس بتصفر صوت يعني كأن مثلا في مليون واحد في الملعب. كل الناس دي عايزانا تكسب. وفي وراء الحضر برضو في ماتشات معينه، يعني مش في كل الماتشات، برضو كميه ناس كانت بتشجعنا كتير قوي قوي قوي. وفي ماتشات تاني الناس بتشجع ناس تاني لان ممكن تبقى فرقتهم، ممكن يبقى اخوه بيلعب، ممكن مش عارف ايه صاحبهم.
بس فناس كتير قوي شجعونا بصراحه، انا بشكرهم والله، من غيرهم ما كناش هنكسب. انا قلت كده اصلا في دوره قرار الحضر. عايزك تعمل حاجه بقى، نخرج من جو الاسئله شويه وندخل في جو تحديات كده. تمام. عايزك ترسم خطه ملعب 11 وتختار فرقتك. ابدا انت الخطه وارسمها. ماشي. بص هلعب 4-3-3. عايزك تشرح. ماشي. الجون. طب ما اختار اسم الخماسي عادي ولا؟ براحتك، الخطه دي انت المدير الفني بتاعها، وعايز تلعب العب براحتك. اختار في الجون محي اخويا. اختار في السرد باكين. اختار معتصم. ومين تاني؟ افكر فيها وبعد كده اقولها كلها مره واحده. ماشي، معاك وقتك. ماشي يلا. تمام يلا. هختار في الجون مصطفى الحضري، و باك رايت بيبو، والسرد باكين اختار معتصم وعدلي، والباك ليفت علي مصلحي. في نص الملعب هيبقى زيكا وعبد الحميد وانا. وهاف ليفت اختار عبد الرضا، والمهاجم علي حسن، وهاف رايت اختار وليد. والمدير الفني مصطفى حمود. لا المدير الفني يبقى شيكا. طيب دي خطتك يعني هتلعب بيها؟ اه. طيب ربنا يستر. مش لاقي حد مكان وليد والله. طيب اقول لك شويه مواقف وترد على طول بكلمه. معاك 3 ثواني. ماشي. معاك الكوره واتنين قافلين عليك، هتعمل ايه؟ اباصي. طب لو الملعب زحمه ومفيش مساحات؟ ممكن اباصي واتحرك. ماشي. لو جمهور بيضغط عليك؟ لا عادي ولا اي حاجه. طيب قدامك 3 اختيارات، هتباصي لمين؟ جناح سريع، مهاجم واقف بين 2، باك طالع من ورا. ممكن الباك اللي طالع من ورا، ولو المهاجم برضه لو في مساحه العب له فيها. ماشي. المايسترو الحقيقي. اختيارات: اسيست قاتل، ولا مهارة وتهيج الجمهور؟ لا اسيست كوت. لعب آمن ولا باص مخاطرة؟ باص مخاطره. تكسب 1-0 ولا 3-2 والناس متمزجة؟ 3-2 والناس متمزجه. مدرب يفهمك ولا جمهور يحبك؟ الجمهور يحبه. ماشي. أكتر نوع من اللعيبة اللي بيستفزك، اللي بيتكلم كتير ولا بيمثل إن هو متصاب، ولا اللي بيشد التيشيرت، ولا اللي يلعب بعنف؟ اللي بيلعب بعنف. مين أكتر لاعب بتحب تديله الكرة وأنت مغمض؟ السويس اخويا. ومين بتتخض لما الكرة بتروح له؟ واحد صاحبي اسمه ورا. طيب في 10 استنى ثواني معلش، هو انا بتخض ليه؟ لما بتديله خفت الكرة. منه؟ اه بس انا كده صح. تمام. احكي لنا في 10 ثواني، في 10 ثواني بالظبط، افضل لمسه لعبتها في حياتك. كتير قوي والله، حاجات كتير قوي. لا في 10 ثواني اول واحده منهم بسرعه. الجون الاخير في قرار الحضر، اللمسه دي. اللوب. تمام. كلمه ورا كلمه، هقول لك كلمه وانت ترد عليا. نص الملعب. عقل الملعب. الضغط، لو عليك ضغط. لو عليا ضغط هلعب واتحرك. ماشي. الجمهور. احسن حاجه في اللعب. المدرب. هو اللي يقدر يهد، هو اللي يقدر يبني. الهزيمه. وحشه. الفوز. حلو. ايش؟ تمام. قرار غلط، قرار غلط، خدته وضيع ماتش.
ولو رجع بيك الزمن 5 ثواني ما كنتش هتعمله. في بس هو مش يعني، انا الكرة ضاعت مني، الجون صدها وانا بلعب في الشعلة. كنا بنلعب العياط، والعياط كانوا ماشيين اول، واحنا كنا تالت تقريبا. فالكرة اتعملت عالية، واحد طلع لمس بدماغه ونزلت لي انا والجول، فرحت شطها الجون صدها، وفي اخر ثانية في الماتش خلص 0-0. يعني كنت هتضيع الفرقه. هتقيم نفسك في 10 ثواني. الرؤيه. 11/10. ماشي. التمرير. 11/10. طب التحكم تحت ضغط. 10/10. طب والجون اللي كان هيجي. التسديد. 3/10. لا ده 0، ده ما جاش ده. انا ساعات بشوفها. الشخصيه في الملعب. 1,000,000/10. ماشي. طيب لو المدرب قرر ان هو ما يخليكش تلعب في نص الملعب وحطك في مركز تاني، تختار تلعب فين؟ اختار العب هاف ليفت. طيب لو رجع بيك الزمن كنت تعمل ايه غير اللي عملته؟ لو رجع بيها الزمن وانا فاهم شويه اكتر من الاول يعني، كنت هلوس على نفسي جامد. يعني دي رساله للناس اللي هي ايه بتحاول تعمل حاجه وكده، بالذات في الكوره. يعني كنت هلوس على نفسي، كنت هفضل افرك لحد ما احط نفسي في مكان كويس، لان انا شفت ناس كتير كده يعني، والكوره اديتهم بصراحه. بس فانا كنت احاول اعمل اللي عليا عشان الكوره تديني اللي انا يعني استاهله وكده. عكس دلوقتي، انا مقتنع ان انا ما عملتش اللي عليا، فكنت اعمل اللي عليا اكيد لو رجع بيها الزمن. طب شايف ان الحظ ولا الاختيارات هي السبب؟ لا، اكيد الحظ. لان مثلا لو كان في حد وجهني كنت انا اكيد هبقى محظوظ بيه، لكن انا ما حدش وجهني خالص. طيب نفسك مين يشوفك وانت بتلعب؟ نفسي امي تشوفني وانا بلعب تاني، لان امي شافتني وانا بلعب ماتش امبابة، وممكن الماتش ده اوحش ماتش لعبته في حياتي، فامي مش مقتنعه بيا. ابويا الله يرحمه شافني، يعني اول مره يشوفني وانا بلعب كنت كبير برضو، كان عندي بتاع 20 سنه. اتفاجئ بقى، قال لي ايه ده انت جامد وكده. امي بقى لما شافتني كنت وحش قوي، فامي قالت لي ايه ده العيال عمالين يقولوا بيكر بيكر، انت وحش خالص، انت ان شاء الله تتفرج عليها تاني. فنفسي امي تشوفني تاني بصراحه. ان شاء الله. طيب تحب الناس تفتكرك بايه؟ بص، هو البني ادم سيره، يعني دايما الواحد بيسعى ان هو ايه الناس تفتكره ان هو تبقى سيرته كويسه، وده اللي انا بحاول اعمله يعني. وانت بتتعامل معايا هتلاقيك بتتعامل مع شخصيه واحده، دي برضو حاجه من الحاجات اللي بتخلي الناس تحبني شويه. تتعامل معايا هتلاقيك بتتعامل مع شخصيه واحده، اللي هو ايه، انا طبعي معروف وما بعرفش اتلون يعني، فاهم. فانا بقى بحاول افضل دايما كده عشان الناس تفتكرني ان انا بني ادم كويس وكده. قبل ما نقفل الحلقه، لو في لعيب موهوب بيتفرج علينا ومش لاقي فرصه، تحب تقول له ايه؟ احب اقول له خليك دايما جاهز، عشان الفرصه لو جات لك وانت مش جاهز مش هتعرف تعمل اي حاجه. فانت دايما اتمرن، دايما خليك قادر ان انت تلعب، خليك واقف على رجلك، اتمرن، شوف مين لو انت ما بتتمرنش في حته شوف مين بيمرن وروح اتمرن معاه، اي حد انت حبه او اي حد شاطر. فدايما خليك جاهز عشان الفرصه لما بتيجي ما بتستناش، لو انت قادر هتروح خلاص، انت هتستغل الفرصه. لو انت مش قادر مش تقدر تستغل الفرصه، فدايما خليك جاهز يعني عشان لو الفرصه جات لك. طيب كلمه ليا بقى. ان شاء الله باذن الله البودكاست ده يعني هيبقى في حته تاني خالص، عشان انت شخص طموح وبتحاول دايما تعمل اللي عليك، وان شاء الله ربنا يكرمك دايما باذن الله. طيب السنه الجايه بقى ان شاء الله كده، مش هتقول لنا على مفاجاه كده هتمضي في حته؟ بص، السنه الجايه في حاجه كده، يعني في حد برضه انا عايز اشكره، النائب مصطفى جعفر سلمان. ماشي. دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه بيكر المايسترو، اسطى نص الملعب زي ما بيتقال وزي ما بيتقال من الجمهور كمان، ودايما يمتعنا كده بكل اللعب اللي هو بيلعبه، اذا كان 11 او خماسي. واستنوا ان شاء الله الحلقه يوم الخميس الجاي الساعه 10 على قناه ابو غزاله.
وبودكاست قصص اللعيبه. سلام.